اتربت في ميتم، بس ده ما منعهاش انها تكون صاحبة اكبر براند عالمي للبرفيوم، غابرييل بونور شانيل، اللي لقبوها بعدين بكوكو شانيل نسبة لاغنية كانت مشهورة ساعتها اسمها كوكو. اتولدت في سمور الفرنسية 19 اغسطس 1983. لما ماتت مامتها ما كانش ليها حد خالص، فراحت اتربت في ميتم. وبعد ما كبرت شوية اشتغلت كذا شغلانة كمغنية، وبعدين اتعلمت الخياطة في محل من محلات الازياء في فرنسا، وفي نفس الوقت كانت بتخيط طاقيات وبتبيعها في البقالة اللي جنبها. على حسب مجلة التايم الأمريكية كانوا بيقولوا إن ذوقها راقي، فده خلاها إنها تفتح أول محل ليها، واتميزت ساعتها بتصاميمها الفريدة لصناعة الطاقيات، وده خلاها تكون من أشهر الناس في السوق. بعد فترة اشتغلت في محل للعطور اسمه برجورة، اللي بعدها عملت البرفيوم الخاص بتاعها باسم كوكو شانيل، عشان تكون أول مصممة أزياء في العالم تعمل البرفيوم بتاعها. طموحها ما وقفش هنا، بل وصلها لعالم المجوهرات عشان تكمل صورة المرأة في الأناقة، وعملت ضجة ساعتها سنة 1932 لما عرضت أول تشكيلة لها من المجوهرات وسمتها مجوهرات من الماس. وصلت كوكو شانيل لقمة نجاحها سنة 1993، فكانت ساعتها رئيسة لمؤسسة بتتكون من 4000 موظف، بجانب تصاميمها وعطورها اللي أصبحت محت أنظار ممثلين مشاهير جدا، ولحد حالا بتحتل الصدارة. أنا اسمي سباعي ودي 13.